رسميا محمود حمدي الونش اهلاوي. الله، ده زيزو طلع مش جاي لوحده، جاي وساحب الونش وراه. محمود حمدي الونش خلاص في طريقه للنادي الاهلي، والصفقه شبه حسمت، مفضلش بس غير الرتوش الاخيره والاعلان. تعال افهمك ايه الحكايه بس ركز معايا. في الساعات الاخيره النادي الاهلي وصل لمفاوضات متقدمه مع محمود حمدي الونش لاعب النادي الزمالك. اللاعب اللي عقده قرب ينتهي وهيكون لاعب فري زيه زي زيزو بالظبط. اللاعب اللي عايز يجي النادي الاهلي عشان يلعب كاس العالم للانديه. اللاعب اللي اداره نادي الزمالك لحد دلوقتي مش عارفه توصل معاه لاتفاق. هتقول لي ازاي الونش من لعيبه نادي الزمالك؟ اكيد هيجدد للزمالك. اقول لك مش هيحصل، الونش مش هيجدد للزمالك لان العلاقه بينه وبين احمد حسام ميدو جابت اخرها خلاص، وده بسبب ان احمد حسام ميدو بيستفسر من الونش عن تفاصيل العقد اللي هو عايزه، ورد عليه بكل استهزاء. قال له يا ونش انت اصلا تحمد ربنا ان احنا هنأيدك، انت ناسي ان انت كنت مصاب بقالك سنتين؟ ده الامر اللي استفز الونش جدا وخلاه مش عايز يجدد تاني لنادي الزمالك. اكتبوا لي انتوا رايكم في الكومنتات في صفقه الونش دي، لو تمت هتاخد كام من 10 وهيفيد النادي الاهلي ولا لا؟